فرصه يعني على وجه هاد الوليد. حنا عشنا مشردين وعشنا ايتام في هاد الاحياء، ما يمكن ليش نضيع انا وليداتي حتى هما. هاد الوليد رجعت على قبله، رجعت لقيت هاد السيد غير ما زايد، يعني واحد الفتره تبدل ولا عاوتاني رجع. عرفت بلي هاد السيد ما غيتبدلش. كيستقوى عليا، تيقولوا راه ما عندها عائله، ما عندها هذا، ما لدرجه ان جاب الوالده ديالي باش تشهد للصالح ديالو، شراها بالفلوس. وهي اصلا لان ما بغانيش نجي لهاد الدويره بوليداتي شهدات معاه 4 الشهادات، هي اللي قسمت الظهر ديالي. وهذا هو اللي خلاه يزيد يستقوى، واللي خلاه يتمادى في هذا الشيء ديالو. الله ياخذ فيه الحق. ملي تلقى الام ديالك تشهد ضدك، يعني حتى واحد الاخت سعوديه قالت لي بنتي راه الام ديالك شهدت ضدك، الله يكون في عونك. دابا انت تحاول تقرب لنا من الصوره انك كيفاش طلبتي طلب شقاق. نعم هي هذيك. المهم انا اللي دار ليه هو خطف لي هذا الولد، ورغم ان السيد لازم يتابع في المملكه العربيه السعوديه انه كيف تلجئي للقضاء ديال السعوديه كيف اصلا هذا السيد شد عليا الابواب. انا راه كنادي الشرطه غير نشرجم. كاينه سفاره ديال المملكه المغربيه؟ لا بعيده، اتصلت بهم ولكن بعاد عليا. انا كنت في تابوك، كنت في مدينه تابوك، يعني بعيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. خوتي خواتاتي، ما تبخلوش علينا باللايكات وبالبارطاج ديالكم. كما شفتوا معنا المقطع نتاع هند والمعاناة نتاع هند، وشنو داز على هند في السودان، ما بين السودان والسعودية. وهذا الموضوع ديالنا يبقى إلى العبرة لكل مغربية اللي كتفكر تزوج بأجنبي، وأي وحدة تزوجت بأجنبي ما كتشوف غير المعاناة. كما الأخت هند كما شفتوا معنا عانت بزاف، اللي كانت عايشة في السعودية وتعرف عليها واحد سوداني اللي ديجا أصلا عاشت معاناة مع الأم ديالها. هما جوج البنات وأخ ديالهم لأول مرة تحكي القصة نتاع الأم ديالها، لأن ما كانت تجي معها الصحافة وكانت دير معها الانترفيو، فكانت تحكي غير المعاناة مع الراجل ديالها والطلاق، وما بغاش يطلقها وما بغاش يسمح لها بالولاد يدخلوا المغرب، وهي كانت باغيه يعني تسلك ابراسها وبوليداتها وتدخل بحالتها المغرب. دونك حتى لهاد المره رجعات للمغرب والحمد لله دخلت البلاد ديالها وسمح ليها باش تدخل البلاد ديالها وصوفات راسها ووليداتها. لكن للاسف الشديد لما تمشي للمغرب غادي تلقى معاناه اكثر من المعاناه اللي كانت كتعانيها. كما قلت لكم نحكي لكم بعد القصه، راني هاضره على هاد السيده من شحال هادي وكاين لا فيديو ديالها في القناه وحكيت القصه ديالها. السيده هادي هند اللي كانت في السعوديه وتعرفت على واحد سوداني وتزوج بها وجابت منه بنت وولد وسرق ليها الولد ويهبطوا للسودان. فضحات وهزات بنتها وتكرفصات ولحقت ولدها للسودان وطاكات ومحاكم وجريان حتى نقدات الوليد ديالها وخداته وتعذبات اكثر من 7 سنين وهي في معاناة شديدة. ورجعات واخيرا رجعات للمغرب. لما رجعت للمغرب الحكايات اللي كتحكيها كما سمعتوا معنا، كتضرب فيها امها خوها واختها اللي كيقطعوا فيها وكيضربوا فيها وكيقولوا لها سيري كري ما تبقايش معنا. اللي كتحكي على الام ديالها ماشي هذه اول مره يعني لا دير معها هذه الطريقه، ما انما رماتهم اللي كانوا صغار ومشات دارت حياتها وتكرفسوا بحدهم وكبروا بحدهم الله يكون لهم في العوان وتكرفسات مع الراجل. ولما رجعت لبلادها كانت المعاناة مع الراجل وطالبة تدخل لبلادها وتسلك وتجي تعيش في بلادها يعني حرة طليقة حرة حياة سعيدة مع وليداتها. فللاسف الشديد تلقى الام واقفه لها في الباب وخوتها اللي ما مخلينهاش تجلس كما شفتوها معنا جالسه في الشارع البرة مع جوج الوليدات. وهذا البرد وهذه المعاناه نتمناو نداءنا يوصل، ونتمناو هذه الاخت تنقذ. كما شفتوا الاخت هند باقه صغيره وشابه وزوينه
وعاطيه العين، فخطير عليها تبات في الزنقه او هي ودوك جوج وليدات. فرح حرام وعيب وحشومه. كما قالت هي، قالت لك المرمات نمنا حتى العائله تاع امهم استغلوهم، داروهم خديمات، خدموا الناس، خدموا العائله تاع امهم. دونك ما كاين لا رحيم ولا حنين ولا رحيم ولا حتى شي حاجه اللي غادي يعتق هاد الاخت هذه مع وليداتها. فتخدم باللي جاب الله، تخدم في اللي عطاها الله. خصها غير سكن او تقدر شي خدمه اللي تقدر تكري، باش تكري ولو بيت واحد ولو كوزينه وحده باش تعيش ولادها وتقريهم وتحمي وليداتها وديرهم تحت جناحها. لاني هاد الزمان ولا صعيب، وهاد الزمان الغدار ما كاينش ثقه حتى في شي واحد. خصها تحمي وليداتها، خصها ديرهم تحت باطها. لما حماتهم هذه 7 سنين فخصها تكمل. هذه هي الام الحقيقيه اللي حضنات بوليداتها وصبرات عليهم وضحات من السعوديه الى السودان، وجرات في واحد البلاد اللي ما كتعرفهاش وما عمرو شافتها، وجرات ودخلت المحاكم وطاكات حتى نقدت ولدها. فهذه اصلا راه انجاز كبير وكبير بزاف. دونك نتمنى هذا هو كما قلت لكم، يعني الجهد اللي دارته مع هذا الولد والجهاد والجرة اللي جرته مع هذا الوليد نقدات ولدها، فحداته برافو برافو برافو. دونك انا كيعجبوني الناس بهذه الطريقه، كيعجبوني الامهات اللي كيحافظوا على وليداتهم وكيخافوا عليهم وكيربيوهم تربيه حسنه. فنتمناو هذه الاخت هذه تلقى شي حل لحياتها، بركه من العذاب. تعذبت في صغرها وكملات في كبرها، فربي ليها وربي معاها، ونتمناو ليها الفرج من عنده يا ربي. ونتمناو المحسنين يتلفتوا ليها، ونتمناو كلامنا يوصل باش وفيديوهاتنا يوصلوا باش تتنقد هاد السيده هذه اللي هدرت لكم عليها الا للعبره وليس للفرجه. خوتي خواتي، باش ما نطولش عليكم وصلنا لنهايه الفيديو، ونقول لكم الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله. تنشرط عليه، تنقول له انا تنساعد الاخ ديالي الوالده ديالي، وهذا دائما. وانا اصلا انسانه عندي نكران الذات، عمرني ما تنفكر يعني في راحتي ولا في لا، دائما تنفكر الاطراف الاخرين. فرغم هذا كنت مني مشيت كان واحد لاصوم تنصيفطوا لها شرطه على داك الراجل شي 42000 ريال، 30000 ريال ذكرى والموت شريف. مني هذا السيد ما بقاش باغي، ولا بحال اللي مقابل داك المبلغ بحال اللي كيدلني.